في الالعاب اللي زي دي طول ما اللعيب خد ريسك ينزل على الارض بوضعيه زي دي يتحمل المسؤوليه كامله عن اي حاجه تحصل بعد كده. بمعنى ان انا ممكن انزل على الارض يا جماعه وايدي تبقى داعمه لما تبقى مفروده، انا كده ابقى سبورت، كده انا ما اتحاسبش. لكن لو وضع ايدي اتغير، الدعم ده اتغير وكبر من جسمي، اتحاسب. بالمعنى الادق ان اللعيب ده بنفس وضعيته اللي هو على الارض ده، لو اعتبرنا ده، انا اسف طبعا اللعيبه اخواتنا وعلى دماغنا، لو اعتبرنا اللعيب ده تمثال وقفناه بنفس وضعيته دي، ده وضع ايد مبرر؟ لا، ده مش وضع ايد مبرر. خلينا نخش على الحاله عشان اشرح لكم اكتر ايه اللي حصل في الحاله. بص مع بعض، الكره طلعت من رجل مهاجم الاهلي، وهي قبل ما تطلع من رجل مهاجم الاهلي مدافع زد كان في الوضع الطبيعي السبورت اللي انا بشرح لحضراتكم عليه، ايده مفروده، هو واخد ريسك بس ايده مفروده. لو الكره جت في ايده في الوضع ده يستمر اللعب. تاني، لو الكره جت في ايد الراجل في الوضع ده يستمر اللعب. خلينا نشوف الكره جت في ايده امتى ووضع ايده كانت عامل ازاي، لان اللعبه دي فيها تفاصيل. وضع الايد اتغير مرتين، مره لما نزل على الارض ومره لما اتزحلق راح مكبر جسمه زي ما احنا شايفين قدامنا اهو. لما الراجل كبر جسمه، الكره هنا طلعت من رجل الراجل لجسم مدافع زد في ايده للكورنر. هنا يا جماعه الوضع بيبقى بيتحسب ازاي؟ انا كمدافع خدت ريسك على نفسي، اتحمل مسؤوليه. النزول بالشكل ده ريسك. الكره جت في ايده، غيرت اتجاهها، طلع الكورنر. فراينا في اللعبه ان هنا ان هي ركله جزاء. عندي تعليق على حكم الفار انه هنا قال الحكم، والكلام ده انا طبعا احنا بنتكلم كلام من الكواليس يعني، والناس تقدر تراجع ورانا. حكم الفار قال للحكم الكره ما جاتش في ايده اصلا. ممكن نتكلم في تفاصيل بقى، المعيار اللي ما شفتش تفاصيل، وضع الايد، لكن فكره ان انت تنفي وجود الكره في الايد اصلا دي مشكله. خلتنا نروح في سكه ان في ركله جزاء مفقوده في مباراه كبيره زي مباراه الاهلي وزد، وراينا فيها ان الكره ركله جزاء مفقوده في الدقيقه 29 للنادي الاهلي.